يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه وصية حبيبنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالصلاة. أين نحن من الصلاة؟ هل نحن حافظنا على أدائها في أوقاتها؟ بل هل نحن حافظنا على الطهارة لها؟ يجب علينا أن نحافظ على الصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين. يقول الله عز وجل في إخباره عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. يجب علينا أن نحافظ على الصلاة وأن نوصي أبناءنا بالصلاة كما أمرنا عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. كل ذلك حتى نؤكد في قلوب هؤلاء الأطفال أن الصلاة أمر أساسي وأمر مهم في الدين، لا ينبغي التفريط فيه أو الإهمال فيه أو التهاون فيه أو السكوت عليه. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حي على الصلاة.